البلدوزر عمرو زكي، ايه الامكانيات عندنا بس الدماغ مش هنا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك الراجل ده كان يقدر يعمل قد اللي عمله اضعاف. انت تيجي معايا وتشوف الحكايه، خش هتجيبك. عمرو زكي من مواليد المنصورة سنة 1983. بداية عمرو زكي مع الكورة كانت من بوابة المنصورة، وكان ساعتها عنده 18 سنة. الغريب انه ملعبش فرقة ناشئين، وعلى طول يتألق في السنتين اللي لعبهم مع المنصورة ويسجل 20 هدف ويعمل أداء مميز. ونتيجة للأداء المميز ده ينضم النادي أكبر شوية وهو نادي إنبي ب1,500,000 جنيه. اول موسم ليه مع انبي كان حديث الساحه في مصر، لانه قدم مستويات كبيره جدا في الدوري المصري. وفي الموسم ده سجل هدفين في الاهلي وهدف في الزمالك، والقطبين يكونوا عايزينه، بس هو يتجاهل كل ده ويكمل مع انبي الموسم اللي بعده، وبرضه يحرز هدفين في القطبين ويحرز 9 اهداف في الموسم ده، واللي كان من اهم اسباب وصول انبي لوصافة الدوري. السنة دي كمان انبي يتوج بكاس مصر كأول بطولة في تاريخه بهدف في الاكسترا تايم من صناعة عمرو زكي. ونتيجة للأداء الرائع ده يتم استدعائه المنتخب مصر في بطولة أفريقيا 2006، وعمرو زكي في البطولة يصنع هدف قدام الكونغو ويتسبب في ركلة جزاء الهدف الثاني، وتصعد مصر لقبل نهائي البطولة قدام السنغال، المباراة الشهيرة اللي حصلت فيها المشادة بين حسن شحاتة وميدو. وبعد نزول عمرو زكي ب3 دقايق يحرز هدف الصعود للنهائي وتفوز مصر بالبطولة، ويكون لعمرو زكي دور كبير في التتويج باللقب. ونتيجة للأداء الرائع ده يجي لعمرو زكي كذا عرض أوروبي، أبرزهم لكومونتيف الروسي اللي يخلص معاه ب3 مليون يورو. وهنا تنتهي حكايته مع إنبي ب27 هدف في موسمين ونص والفوز بكأس مصر. ولكن عمرو زكي في روسيا غفلوه. تقول لي ازاي؟ اقول لك الراجل ده كان رايح على عقد 3 سنين، راح لقى العقد 5 سنين والشرط الجزائي 10 مليون يورو. ونتيجه للظروف والعنصريه واللغه يقرر عمرو زكي انه ما يكملش في النادي الروسي، وساعتها النادي الروسي طلب منه انه يروح الاهلي في صفقه تبادليه، واللي فيها عمرو زكي يروح الاهلي وابو تريكه ومحمد عبد الله يروحوا روسيا. وساعتها الاهلي رفض وكمان عمرو زكي رفض، لان الموضوع اتعمل من غير علمه، وطلع صرح انه مش هيلعب في مصر غير للزمالك، وده اللي ادى الى تعاقد الزمالك معاه ب1,400,000 يورو. اول موسم لعمرو زكي مع الزمالك اخد لاعب الموسم في مصر واحرز 14 هدف، وتاني موسم قدم موسم جيد واحرز 11 هدف، وكان سبب رئيسي في تتويج الزمالك بكاس مصر بعد غياب 7 سنين. وتجيله استدعاء افريقيا 2008، البطولة اللي توحش فيها البلدوزر وقدم افضل اداء ليه بتسجيله 4 اهداف في البطولة، ويكون سبب في تتويج مصر بالبطولة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ مصر. ونتيجة للأداء الرائع ده تنهال عليه العروض من أوروبا، كان أبرزهم عرض أستون فيلا بس الزمالك يرفض العرض. وبعد كده الغير طبيعي مع رئيس نادي الزمالك يوافق بالعافية على عرضه لويجن الإنجليزي لمدة موسمين ب2 مليون يورو. ويبدأ عمرو زكي بداية أسطورية مع ويجن بتسجيل 11 هدف، منهم هدفه الأيقوني في ليفربول اللي خلاه حديث العالم وقتها، وكان في كلام عليه من مانشستر يونايتد وريال مدريد. ولكن عمرو زكي ينزل مصر من غير ما يستأذن من النادي، مفكرها سبهلل، مفكرهم هيقولوا له والنبي عمرو بيه تعال، مفكرهم بقى انه عشان جاب 11 جون خلاص بقى نجم الفرق، قالوا له خليك هناك وما تجيش. وبعد ما كان المدرب بيقول فيه اشعار لا النادي جدد له الاعاره ولا فعل بند الشراء عشان يرجع تاني على الزمالك، وبعديها يتصاب اصابه طويله شويه مع الزمالك، وتيجي الانتقالات الشتويه ويجيله عرض من هال سيتي وما يعملش معاهم حاجه ويرجع الزمالك تاني على امل انه يرجع مستواه، وفعلا يعمل موسم كويس مع الزمالك، يحرز 6 اهداف ويصنع 9، عشان يجيله بعديها عرض من إليزيغاسبور التركي بس ما يستمرش معاهم نتيجة للإصابات، ويرجع تاني على مصر بس المرة دي على إنبي، ويقعد في إنبي شوية، بعديها يطلع على السلمية الكويتي لمدة 6 شهور وما يسجلش غير هدفين، بعديها يطلع الرجاء المغربي ما يشاركش غير في مباراتين، ويروح بعديها النادي العهد اللبناني اللي فسخ معاه العقد بعد شهر، ويرجع على مصر تاني بس المرة دي للمقاولين العرب اللي كان بيدربهم ساعتها حسن شحاتة مدربه في منتخب مصر، بس ما يلعبش معاهم غير مباراة واحدة وبعديها يقرر الاعتزال نهائيا. مستني رأيك في الكومنتات، عمرو زكي ظالم ولا مظلوم؟ وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة.